أنا بنت وحيدة، لا عندي اخوات ولاد ولا بنات. طول عمري كان نفسي يكون لي أخت بنت، بس ما حصلش نصيب. بس ربنا بعت لي صاحبة أحسن 100 مرة من أي أخت في الدنيا. صاحبتي دي كانت معايا من واحنا صغيرين في المدرسة، وأنا معاها بقى في كل تفاصيل حياتها، لحد يعني لما ربنا يحميها كده من سنتين اتخطبت واتجوزت، ودلوقتي الحمد لله خلفت أحلى بنت في الدنيا اللي هي صوفيا. أنا بعتبرها بنتي أصلا، مش بنتها هي. امبارح كلمتني وقالت لي محتاجين ننزل كده نعمل شوبينج، محتاجه تجيب شويه حاجات. وطبعا هي بتعرفش تنزل لوحدها بصوفيا، لان هي تقعد تزني كتير ولازم حد يشيلها وكده. انا طبعا ما بتاخرش عليها، ده انا ببقى فرحانه جدا ان انا اشوفها هي وامها. المهم نزلت معاهم بعد ما خلصنا الشوبينج وكل حاجه، فكان لازم ان انا اطلع اوصلها لان هي ساكنه في التالت، والحاجه كانت كتيره قوي والبنوته فهي مش عارفه تشيل كل ده. انا ما بحبش اروح لها كتير بصراحه، مع ان جوزها والله حد ذوق جدا، بس انا دايما ماما تقولي ما تبقيش تقيله على الناس، يعني ما تسخفيش وتروحي وكده. المهم واحنا طالعين، فهي حماتها في الدور الاول، وكان عندها اخت جوزها كمان عند حماتها، فقالوا لنا لا والله لازم تيجوا تريحوا شويه من السلم وبتاع وبعد كده تكملوا. وهي الصراحه كانت مش قادره تشيل البنوته، كانت نامت، فقالت خلاص ايه ادخل انيمها جوه. المهم انا قعدت فلقيت حماتها بتقول لي يعني ممكن اقول لك حاجه يا نور وبتاع، وما تزعليش مني انا زي ماما. فقلت لها طبعا يا طنط اكيد اتفضلي. قالت لي حبيبتي انت ما بقيتيش صغيره على ان انت تقعدي تتنططي تنقي العرسان بالمقاييس الصعبة اللي انت حطاها دي، وحبيبتي اصله طويل اصله قصير اصله اسمر اصله ابيض، مش دي المقاييس اللي احنا بنختار بيها الراجل اللي احنا عايزين نكمل حياتنا معاه. فانا رحت قلت لها يا طنط حضرتك معاكي حق اكيد، والله مش دي خالص الحاجات اللي انا برفض عشانها العرسان. اكيد بيبقى في حاجات تانية، مثلا عدم توافق فكري، مشاكل اكبر من كده بكتير، انما اكيد مش برفض ابدا عريس عشان مش عارفه هو قصير او طويل او كده. اكيد مفيش حاجه اسمها كده يعني يا طنط. راحت قالت لي ازاي يا روحي، امال انت ليه رفضتي مدير خالد في الشغل؟ فقلت لها مدير خالد مين؟ خالد ده اللي هو جوز صاحبتي، ابنها. قلت لي حبيبتي مدير خالد وصاحبه هو شافك الثلاث مرات اللي شافك فيهم، كل مره يجي فاتحنا ان هو عايز يرتبط بيكي، مره في الخطوبه ومره في الفرح، واخر مره كان في اسبوع صوفيا. فقلت لها انا ما اعرفش حاجه خالص يا طنط عن الموضوع ده، انا ما حدش قال لي الحكايه دي. قلت لي لا يا حبيبتي احنا بعتنا لك مع صاحبتك، وهي رجعت لنا كذا مره قالت انك مره ما بتفكريش في الجواز، ومره تانية قلتي لا انا مش مرتاحه له، ومره قلتي اصل مش عارفه شكله عامل ايه. فانا رحت سكت كده، ما عرفتش انطق. قلت لها طنط انا ما فيش حاجه من الحاجات دي حصلت، انا ما حدش جه قال لي اي حاجه، وانا ما رفضتش حد، وما قلتش اي حاجه من الكلام ده كله اصلا. ف اخته كانت قاعده، راحت بصت لمامتها كده، واللي هو يعني عمل رياكشن انه تمام تمام. فهي صاحبتي كانت في الاوضه جوه سامعه طبعا الحوار، طلعت تجري وسابت بنتها قعدت تقولي انتي اتاخرتي مش عارفه ايه، طنط بتتصل قلقانه عليكي فروحي وهكلمك هبقى اكلمك، وقعدت تشاور لي كده وبتاع ومش عارفه ايه، اللي هو يعني امشي دلوقتي امشي واحنا هنبقى. انا من الصدمه يعني كاني مثلا انا اتسمرت في الارض، مش قادره ان انا اتحرك، مش قادره اتكلم، مش عارفه اعمل حاجه. رحت قعدت اقول لها اوكي اوكي اوكي، وخدت شنطتي وجيت انزل، لقيت اخته طلعت تجري ورايا وقالت لي طيب اديني رقم تليفونك، لانه العريس ده كويس قوي وخساره ان انتي ما تتجوزيهوش او تتخطبي له، فاديني الرقم وانا هخلي خالد يكس نبضه تاني لو هو لسه مهتم ان هو يرتبط بيكي، هنكلمك ونظبط الموضوع مع بعض، وملكيش دعوه خالص بقى بصاحبتك وكده، احنا هنتفاهم مع بعض. قلت له اوكي ماشي ميرسي حبيبتي وبتاع، ومشيت. روحت البيت طبعا منهاره، حكيت لوالدتي على اللي حصل كله، قعدت اقول لها ازاي تعمل فيا كده، ازاي اصلا تعمل معايا كده، انا مش فارق معايا العريس، عريس ايه، طز في 100 عريس اصلا، بس هي صاحبتي، هي ليه تعمل معايا كده، يعني ليه توجعني كده، ليه ما تبقاش عايزه لي الخير؟ يعني لما يكون حد كويس ليه ما تبقاش عايزه لي الخير؟ وليه تكذب؟ وليه تقول ان انا اللي برفض؟ طب تعرض عليا، ما يمكن اصلا ما كنتش وافقت، ويمكن كنا ارتبطنا وما ارتحناش مع بعض، ليه كده؟ فوالدتي قالت لي ما تزعليش، هي غيرانه، غيرانه منك، مش عايزاكي ترتبطي بواحد هو مدير جوزها في الشغل،
فتبقي افضل منها. قلت لها وهي ليه تفكر كده؟ ليه ما تفكرش ان احنا هنكون صحاب اكتر؟ ليه ما تفكرش ان انا هخليه يهتم بجوزها اكتر طالما انا بحبها قوي كده؟ انا مش قادره ان انا اتخطى الموقف ومش عارفه اصلا ازاي ممكن اختي انا كنت بحبها اكتر. لو كنت ليا اخت انا ما كنتش احبها قدها والله العظيم. انا كانت هي اهم حاجه عندي في الحياه. انا كنت ممكن الغي شغلي عشان خاطر اروح اساعدها مثلا في حاجات هي محتاجاها، ممكن حاجات تافهه. انا كنت ممكن اسيب حياتي كلها لمجرد ان هي زعلانه او بتعيط او مخنوقه او متخانقه مع خطيبها. ما كانش عندي اي مشكله في حاجه، هي كانت بجد بالنسبه لي اختي وصاحبتي وكل حاجه. من ساعه ما روحت وهي بتتصل بيا من امبارح وانا مش قادره ارد عليها، لاني اصلا مش عارفه هرد اقول لها ايه. ماما بتقولي ردي، طلعي كل اللي جواكي وقولي لها كل اللي انت عايزه تقوليه. بس انا مش قادره. انا اصلا مش مستوعبه ليه صاحبه عمري واختي تعمل معايا كده، طز في الجواز وطز في العرسان وطز في اي حاجه في الدنيا، بس الصداقه والاخويه اللي بينا دي مفيش حاجه كانت تعوضها. المفروض ان انا اعمل ايه؟ اكلمها واقول لها كل اللي جوايا، ولا خلاص اقتصرها ومش عايزه اتعامل معاها مره تانية، ولا اديها فرصه تانية؟ ما هي اختي برضو، اختي.